إذا مشاهدينا، هذه صور جديدة تضاف إلى باقي الصور التي وصلتنا فيما يتعلق بالاستهداف لأحد مستودعات الذخيرة في أصفهان. طبعا وسائل الإعلام الأمريكية أكدت بأنه تم استخدام قنابل من وزن 2000 رطل في عملية الاستهداف هذه، وهذه القنابل تتوفر فقط لدى الولايات المتحدة، وعادة ما يتم ضرب المستودعات المحصنة تحت الأرض، وشكل وحجم النيران تشير إلى أن ما يتم استهدافه هو مستودعات ذخيرة في أصفهان، بالإضافة إلى استهدافات أخرى تمت في المدينة الاستراتيجية. إذن هناك قنابل خارقة للتحصينات تم استخدامها في هذا القصف على أحد مستودعات الذخيرة في أصفهان.